السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة 16 من الشهر الكريم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تدخلوا يلا بينا حالا بالا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 16، وعلى البوست بتاعنا على فيسبوك صفحتنا الراديو 9090، وتقولوا لي رأيكم في الفكرة اللي هقولها لكم دي. اسمع واكتب لي رأيك. ايه رأيكم كل واحد فينا من النهاردة يبدأ مشروع خاص بيه؟ مشروع اسمه مشروع الحسنات الجارية. في أعمال كتير ممكن نعملها وتتحسب لنا بحسنات وثواب وأعمال صالحة وإحنا مش واخدين بالنا أصلا. يعني مثلا لما يكون البيت عندك كله نايم فما تعملش صوت وتقفل الباب بالراحة، عمل صالح. لما تسمع حد باهتمام مهما كان كلامه انت حاسس انه ممل او بيعيد ويزيد في الكلام وممكن تكون مش طايق تسمعه بس بتسمعه، ده عمل صالح. لما تبتسم لطفل صغير وتلعبه حتى وانت ما تعرفوش، ده عمل صالح. لما تستقبل الناس في بيتك وتكرمهم وتضيفهم وتحسن استقبالهم، ده عمل صالح. لما تتصل بالحبايب والقرايب والأهل والصحاب وتسأل عليهم، ده عمل صالح. لما بتكون بتاكل حاجة أو بتشرب حاجة وانت في الشارع وتخلي الورقة معاك لحد ما تلاقي سلة مهملات ترميها فيها وتحافظ على الشارع من أي قمامة، ده عمل صالح. لما حد يطلب نصيحتك وتنصحه من قلبك بإخلاص من غير تجريح بينك وبينه، ده عمل صالح. لما تعرف حاجة وحشة عن حد تيجي عندك وتقف وما تنقلهاش وتقول اللي قالها لك ممكن ما تحكيش الموضوع ده لحد، ده عمل صالح. لما تعرف حاجة طيبة عن حد وتنشرها علشان الناس تعرف عنه إن الإنسان ده طيب وعمله طيب، ده عمل صالح. لما تدعي لحد زي ما بيقولوا بظهر الغيب مش قاعد معاك وممكن يكون متوفى، ده عمل صالح. أبسط حاجة بتعملها ممكن تديلك ثواب وحسنات إحنا مش متخيلين كم الحسنات والثواب ده قد إيه. هو ده مشروع الحسنات اللي اتكلمنا عنه، هو ده مشروع العمل الصالح. حسنة جارية تخلي الأثر باقي، هتخلي الناس تبتسم لما تفتكرك ويقولوا أثره باقي. علمنا حاجة حلوة، علمنا إن إحنا ما نجيبش في سيرة حد، علمنا إن إحنا نقف مع بعض. ده كان مضياف، ده كريم، ربنا يديله الصحة أو ربنا يرحمه ويحسن إليه. السيرة يا جماعة هي الأثر، فاللهم اجعل أثركم باقي بالعمل الصالح. والسنة دي عمارتنا هتكون منورة مع إيكولايت، وعندنا كمان مسابقة وجايزة مقدمة من إيكولايت لسكان عمارة الحاج رمضان. كل يوم مدفع إيكولايت هيضرب في حلقتنا من العمارة وهيضرب جوه شقتنا. ركز وعد المدفع هيضرب كام مرة، ركز كويس جدا. وبعد ما تعرف العدد ادخل فورا على البوست بتاع حلقتنا النهاردة على صفحة الراديو 9090 واعمل شير للبوست ولايك للبوست واكتب عدد مرات المدفع اللي ضربهم النهاردة. وكل آخر أسبوع أكتر حد هيشارك معانا هيكون ليه جايزة مقدمة من منتجات إيكولايت. أما اللي هيجاوب على 30 سؤال طول رمضان هيكون ليه الجايزة الكبيرة المقدمة في آخر الشهر من إيكولايت. يبقى هنسمع الحلقة كويس، هنشوف المدفع ضرب كم مرة، هندخل على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك نعمل شير ولايك للبوست ونكتب مدفع إيكولايت ضرب كم مرة. وخلينا أقولك إنك لما بتشتري منتج من منتجات إيكولايت، أي منتج من منتجاتهم في شهر رمضان، أنت بتساهم في إفطار أسرة، لأن جزء من مبيعات إيكولايت في شهر رمضان بيذهب لإفطار الأسر المستحقة. ممكن كمان تكون من الفايزين معانا لو دخلت حالا على صفحة إيكولايت على فيسبوك. الصفحة فيها على الفيسبوك فوق حوالي 13,000 مشترك، وهتلاقي آخر بوست لصفحة إيكولايت. هتعمل إيه؟ هتعمل لايك للصفحة دي أول حاجة، وهتعمل لايك للبوست وتكتب في التعليقات على آخر بوست قدامك أنا من سكان عمارة الحاج رمضان. هتفوز معنا. يبقى تاني صفحة إيكولايت هتدخل عليها حالا على فيسبوك، فيها فوق 13,000 مشترك. هتعمل لايك للبيج ولايك لآخر بوست موجود وتكتب في التعليقات أنا من سكان عمارة الحاج رمضان. يلا بينا ندخل شقتنا، شقة 16 في عمارتنا عمارة الحاج رمضان. لقيت أستاذ تامر بيحكي لي موقف لسه حاصل معاه من حوالي شهر تقريبا ومأثر فيه قوي. بيقول لي إيه؟ والدته الحاجة وفاء تعبت فجأة من شهر وما كانوش عارفين عندها إيه، واتحجزت في العناية المركزة في المستشفى.
كان في اشتباه في أكتر من حاجات، يعني أكتر من حاجة مش كويسة بصراحة. المستشفى بيقول لي مصاريفها كانت كتيرة جدا، لدرجة إنه في يوم كان ماشي في الشارع مفيش في جيبه غير 200 جنيه من كتر الفلوس اللي بيصرفها في المستشفى. بيقول لي أنا ما كنتش عارف أعمل إيه. دخلت السوبر ماركت أشتري حاجة، لقيت ولد صغير بيتحايل على البياع يديله حاجة ياكلها. فأستاذ تامر بيقول إنه أخد الولد وجاب له سندوتشات وعصير وقعد معاه على رصيف وهو بياكلهم عشان يطمن إن محدش هياخدهم منه. بيقول وأنا قاعد معاه تليفوني رن، ولقيت مراتي بتبلغني بأحلى خبر. بتقول له ماما فاقت وبقت كويسة الحمد لله، ونزلنا من العناية الأوضة عادية، والتحاليل كلها سليمة ومفيش أي حاجة تقلق. بيقول ما استوعبتش الخبر. بيقول لي ربنا من فضله ونعمه عليا عرفنا بعدها إن مراتي حامل. بيقول تخيل كل ده علشان عملت العمل الطيب ده. سيدك النبي صلي عليه قال لنا إيه؟ ما نقصت صدقة من مال قط، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الصدقة يا جماعة في أوقات العسر فضلها أكبر بكتير، وعند ربنا قيمتها أكبر بكتير. ده احنا كمان بنداوي مرضانا بإيه؟ بالصدقة. لما تتصدق في وقت العسر وتفك كرب حد محتاج، ربنا بيجعلها فك كرب وضيق. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ربنا يجعلكم دايما من اللي بيفكوا كرب اللي في مشاكل وفي أزمات، وأنا عارف إنكم بتعملوا ده. تعالوا إحنا نازلين نعدي على تيتا أنجل ونشوفها بتحكي للولاد عن إيه النهاردة. يلا بينا. يا بطل شقاوة وتعالى بقى عشان أحكي لكم عن شخصيتنا النهاردة. ست مصرية ذكية وشجاعة جدا، كانت أول بنت مصرية تاخد الثانوية العامة في مصر. واو! زمان ما كانش بيقولوا عليها الثانوية العامة، كانوا بيقولوا عليها البكالوريا. كانوا بيقولوا عليها إيه؟ اسمها بطرابية. ايه يا تيتا؟ البطرابية؟ البطريبة؟ البكالوريا. بكالوريا. بطلتنا النهاردة اسمها نبوية موسى. احكي لنا عنها يا تيتا. تعرفوا إن زمان ما كانش كل الناس بتعلم البنات؟ والله زي ما بقول لكم كده، كان الولاد هم اللي بيروحوا المدرسة والكلية بس. لكن بطلتنا النهاردة صممت إنها تتعلم وتدخل المدرسة والكلية كمان، واشتغلت مدرسة عظيمة، وفضلت تقول لكل الناس إن لازم البنات تتعلم، وإن مفيش حاجة اسمها إن الولد يتعلم والبنت ما تتعلمش. بطلتنا النهاردة بفكركم اسمها نبوية موسى. بنحبك يا تيتا. ما انا ننتلين. قبل ما نمشي عايز أفكركم إن إحنا دلوقتي في العشر التانيين من الشهر الكريم. ربنا يجعلنا كلنا يا رب ممن يغفر لهم في شهر رمضان. بس هنعمل حاجات مهمة وعظيمة قوي علشان نكون إن شاء الله من الفايزين. مؤسسة قصر العيني للدعم الطوارئ 190 بتشاركنا في الحاجات الحلوة العظيمة دي. بتعمل أعمال هامة جدا للطوارئ اللي بتعالج أي مصاب وأي تعبان في الطوارئ. ما تيجوا ندخل دلوقتي على صفحتهم على فيسبوك ونعرف إيه الجديد اللي عندهم. صفحتهم على فيسبوك هي مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ 190. وممكن نعمل حاجات كتيرة قوي. الجنيه منك على الجنيه مني هيفرق جدا جدا. رقم حساب مؤسسة قصر العيني لدعم الطوارئ هو 190 في كل فروع البنوك الآتية: بنك مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، وكمان من خلال انستا باي، ومن خلال خدمة فوري كود 9137، والأهلي ممكن، وبساطة، وأو باي. سيدك النبي صلي عليه كان بيقول لنا إن الحاجة اللي بتخرج هي دي اللي باقية، وإن الحاجة اللي بتتبقى في البيت هي اللي ضاعت، لكن الحاجة اللي بتخرج لله هي اللي باقية وهي اللي مستمرة. فكل واحد فينا في العهد الرمضاني بتاعنا في عمارة الحاج رمضان لازم يكون مثبت طبق كل يوم بيوديه لحد مختلف، أو عيلة هو عارف بيوديها لها وتبقى مطمنة كده إن في طبق جاي. كل بيت فيه أطفال، وكل بيت فيه ناس محتاجة،
وناس ظروفها صعبة، لما تكون حضرتك وحضرتك سبب في إن يدخل لهم طبق الفطار السخن ده، دي حاجة جميلة. ربنا يجعلكم دايما سبب في إغاثة الملهوف والوقوف جنب اللي ظروفه صعبة وفقير. عايز أفكركم بذكرنا النهاردة: اللهم اغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. دعاء حلو قوي قوي قوي. اللهم اغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. اللهم آمين. يا ترى في حلقتنا النهاردة عرفت المدفع ضرب كم مرة؟ طيران على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك واكتب لنا مدفع إيكولايت ضرب واكتب عدد المرات، وكل أسبوع في فايز معانا، وكل آخر أسبوع أكتر حد هيشارك معانا هيكون ليه جايزة مقدمة من منتجات إيكولايت. أما اللي هيجاوب على 30 سؤال طول رمضان هيكون ليه الجايزة الكبيرة المقدمة في آخر الشهر من إيكولايت.